السلام عليكم. طرد مرتضى منصور من داخل مكتبه بنادي الزمالك بعد إبلاغ بعض الأعضاء بتواجده داخل النادي لجمع توقيعات دون موافقة الجهات الإدارية، وهذا يعتبر تحريض على الدولة. يا ضاضة بيه، طالما ده عمل تطوعي زي ما انت بتقول، ليه متمسك بيه قوي كده؟ متمسك ليه بالكرسي؟ عايزين نعرف، قول لنا ليه ماسك في الكرسي كده؟ الافضل ليك انك ترحل يا ضاضة بيه. والكلام ده منقول عن لسان المحامي محسن حافظ صديق مرتضى بيه. اللي بيحصل داخل نادي الزمالك حاليا انه تم اغلاق النادي واخراج كل الاعضاء من النادي، تم اغلاق النور، وتم اغلاق المايك على مرتضى منصور ومنعه في ان هو يتكلم في المايك. المايك بقى اللي هو بيقعد يمسكه ويشتم في الناس اوسخ الشتايم. يعني انا راجل دافع فوق ال 300 الف جنيه عضويه علشان اخش مكان محترم اقعد بعيالي جوه، ينفع بقى تفتح المايك تقعد تقول امك وابوك ويا ابن كذا ويا ابن كذا في وسط نادي، في وسط الرياضات، في وسط العائلات المحترمه؟ انا اهلاوي بس مرضاهاش على النادي الاهلي ولا ارضاها على اي نادي في مصر انك تخش تشتم جوه النادي وتقول اللي انت عايزه. يا حبيبي روح غرزه قول الكلام ده فيها، مش في نادي كبير بحجم وقيمه نادي الزمالك انك تخش تقول كل الكلام اللي على بالك اللي بتقوله مع اصحابك وسط القعده، تخش تسمعه للاعضاء اللي بيدفع فوق ال 300 وال 500 الف جنيه كمان. ما ذنبوش حاجه ان هو يدفع الفلوس دي كلها وفي الاخر يروح يسمع في المايك شتيمته بودنه. ادفع فلوس في نادي بحبه عشان الشتم واسمع الشتيمه بودني ليه؟ انت مين اصلا عشان تشتم في الناس وتغلط في الناس؟ كفاياك قرف. اسم العجوزه نزل بقوه من مديريه امن الجيزه وحضروا جوه النادي، وهم اللي امروا باغلاق النور والنادي والمايك وكل شيء، ومنعوا مرتضى منصور من ان هو يتكلم في المايك كالعاده. عايز اقول لك يا ضاضة، ريح واستريح. انت مش هتعرف تخش نادي الزمالك تاني خلاص. انت كنت مستخدم فتره وراحت عليك يا ضاضة، والله راحت عليك. وانت ابوك ومش هتعرف تعمل حاجه، والله ما هتعرف تعمل حاجه ولا هتعرف تخش نادي الزمالك تاني. خلاص جمهور الزمالك فاق وعرف ان انت اكتر حاجه بتدمر نادي الزمالك. وانا كاهلاوي صعبان عليا اللي بيحصل جوه نادي الزمالك من فشل ومن اداره ومن كل حاجه. ويا سلام بقى لو يقوموا جايين على احمد ابنك ويقوموا جايين على امير ابنك امير الدهاء ويمشوه هو كمان عشان نادي الزمالك فعلا ينضف. احنا كاهلاويه بقينا مش لاقيين منافسين لينا. كان المنافس الاول ليا نادي الزمالك، دلوقتي بينهار زيه زي الاسماعيلي. انقذنا ديكم من الراجل ده، اقسم بالله ده سرطان جوه نادي الزمالك. السلام عليكم.